بنات واحد السلام عليكم. اجي نصاوب معكم واحد البسبوسه بدون بيض اقتصاديه تصايبوها لوليداتكم. المهم بحكم ان البيض راه ولا دابا راه ما فهمتش انا شهر شعبان دابا فيما كيجي قرب رمضان وهذا تيوليو يغليوه. المهم ما عليناش، ماشي الموضوع ديالنا، هذا موضوع اخر. ها انتم تبارك الله من قطع تشوف كيفاش جات غزاله هشيشه تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. واخا اللون ديالها ماشي هو هذا الصراحه، ما عطياش الحقه في الكاميرا. صافي كما كتشوفوا البنات ندير معكم واحد الفتره ديال التذوق. صافي واخا تحمرات ليا من الجناب ولكن ماشي مشكل. المهم راه فات لي شويه في الفران ولكن جات زوينه. المهم التذوق ديالها رائع تبارك الله ما شاء الله. البنات دوزوا معايا المقادير. البنات الله يجازيكم بالخير، ما تنسونيش باللايك والمتابعه والبارطاج. المهم جات فنه، اللي بغى يديرها بالكوك واللي بغى اللي عنده في الدار يديرها. ها انتم هذا هو الشكل ديالها من الفوق، واخا الكاميرا ما عطيهاش لونها طبيعي. اول حاجه هاد شويه ديال السكر، خديتو من بواطه ديال السكر صافي. وغادي نزيد، المهم غادي ديروا الكاس ديال السكر سنيده، كاس. المهم انا درت عيني ميزاني كاس. هذا رايب بلدي، غادي ندير منه 2 كيسان. غندير الكاس الاول وغادي ندير الكاس الثاني حتى هو. نديروا قبيصه ديال الملحه ومن بعد كما كتشوفوا غادي ندير واحد الفانيا وغادي نزيد الكاس ديال الرايب البلدي الثاني صافي. وغادي ندير الكاس ديال الزيت، كاس حتى الزعما وصافي. وغادي نخلطو بالفوي مزيان حتى تذوب لنا هذيك السنيده مع الزيت وهذاك الرايب. عندي واحد 2 مندارينات كما كتشوفوا، غادي نحك هذوك لي زيت ديالهم او القشره ديالهم بلا ما نوصلوا للبيض. صافي كما كتشوفوا راه انني غادي نشدهم، غادي نعصرهم، خرجوا لي نص كاس بحال هكا تبارك الله فيه الماء. هذا الليمون المندارين غادي نديروا الكاس الاول ونزيدوا الكاس الثاني كما كتشوفوا البنات. طريقه سهله وبالنسبه للفيديو مفصل. غندير 2 ساشي ديال الخماره ديال الحلويات، يعني 8 غرام، يعني هي المجموع هي 16 غرام. كتجي رائعه جدا. وبالنسبه يعني هذه بلا بيض يعني اقتصاديه. وغادي نديروا واحد الكاس ديال الدقيق خاص بالحلويات. وبالنسبه بزاف اللي كيقولوا لي ان اختي انا نوع ديال الدقيق اللي كنستعمل، انا ماشي زعما كندير ليه اشاره ولا شي حاجه. كنستعمل دقيق الكنز سواء الفينو سواء دقيق الحلوه. زدت نص كاس ديال سميتو ديال السميده خاصه بالحرشه، يعني كتسمى بحال اللي درت 250 غرام ديال السميده خاصه بالحرشه وزدت كاس ديال الدقيق خاص بالحلويات. ها انتم البنات صافي الطريقه راه سهله بحكم ما درت فيها لا خل لا حتى شي حاجه، بحكم درت هذوك 2 لويمينات عصرتهم فيهم لاسيديتي صافي. كما كتشوفوا غادي نديروا السيرو. هنا راه السكر ما بقاش ليا، غادي نزيد، خصني ندير كاس ديال السكر سنيده او نص صافي. المهم قديت بهذاك الشيء اللي كاين، هذوك القصيرات ديال هكا 2 المندارينات نحبس غادي نديرهم هنا. وغادي ندير واحد الكويس ديال الماء كبير بحال هكايا، يعني المهم كاس ديال العنبه. وغادي نديرهم يغليو على الاقل واحد 5 حتى 2 دقائق 3 دقائق بحال هكا. وغادي نطفي عليه نخليه تيبرد. من بعد ما كنخرجوها كنسقيوها بهذاك السيرو وصافي. وكندهنوا وكنديروا عليها الكاوكاو كومكاسي بحال هكا او اللوز او الكوكو اللي كان عندكم توفر في الدار صافي. هنا كما كتشوفوا راه كما درت لكم الفيديو من الاول راه الفيديو الثاني صافي كيجي غزال ما شاء الله. المهم البنات راه كتعرفوا اللي عليكم، ما تنسونيش باللي عليكم. يلا مع السلامه.